السلام عليكم. أهدى أحمد الجندي أول ذهبية لمصر في أولمبياد باريس 2024 بعد إحرازه السبت لقب مسابقة الخماسي الحديث مع تحطيمه الرقم القياسي العالمي. وسجل الجندي 1555 نقطة متفوقا على الياباني تايشو ساتو 1340 والإيطالي جورجو مالان 1330. وحقق البطل المصري البالغ من العمر 24 عاما ميداليته الأولمبية الثانية بعد فوزه بفضية الدورة الماضية طوكيو 2020. ورفع أحمد الجندي إجمالي رصيد مصر في أولمبياد باريس إلى 3 ميداليات بعد برونزية لمحمد السيد في منافسات المبارزة، وفضية لسارة سمير في رفع الأثقال. وحقق العداء الجزائري جمال سيغاتي الميدالية البرونزية في سباق 800 متر ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال في أولمبياد باريس 2024 اليوم السبت. وحل سيغاتي في المركز الثالث بالسباق محققا زمنا قدره دقيقة و50 ثانية أمامه الكندي ماركو أوروب بطل العالم في المركز الثاني ليحقق الفضية بزمن قدره دقيقة و20 ثانية. وانتزع الكيني إيمانويل وانيوني الميدالية الذهبية بتصدر السباق محققا أفضل رقما في مسيرته دقيقة و19 ثانية. وفشل الثلاثي المغربي زهير الطالبي ومحسن أوطلحة وعثمان الكمري في تكرار إنجاز مواطنهم سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع بعدما احتلوا مراكز متأخرة في الماراثون. وأنهى الكمري السباق في المركز 18 بتوقيت بلغ 12:06، بينما احتل الطالبي المركز 35 بتوقيت 22 في حين لم يكمل أوطلحة السباق. وحل البلجيكي بشير عبدي ثانياً محرزاً الميدالية الفضية، فيما نال الكيني بنسون كيبروتو الميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثاً. وتضمن ماراثون أولمبياد باريس مرتفعاً بلغ 340 متراً، حيث شهد سيطرة تولا بطل العالم عام 2022 مكملاً مسافة 2495 كيلومتراً في ساعتين و6 دقائق و26 ثانية، محطماً الرقم القياسي الأولمبي ب6 ثوان. شكراً على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم ليصلكم كل جديد، ودمتم في رعاية الله وحفظه.